بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة هنعمل طريقة كده ايه لتطبيق الفوط، طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. انا قلت طبعا الدولاب مكركب كده والفوط كل ما اطبقها العيال يشدوا الفوطة يقوم واقعين الدنيا، فقلت بقى ايه، كان عندي علبة العصير ديت فاضية، كانت باكيتة عصير، فقلت بقى ايه استغلها واستغل حتة القماشة دي كمان، قماشة فرو كده كانت في الطقم شربات. فقلت ايه كانت عندي، اما نعمل ايه تطبيقة كده مع بعض ونفعت وبقت حلوة، نعتمدها ونظبطها في الدولاب بتاعنا. يلا بينا بقى ايه نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة انا هحط الكرتونة دي كده وهغطيها، طبعا لازم أنا اداريها باي قماشة حلوة عندك او طرحة حلوة، اي حاجة عندك تكون ايه حلوة كده تنفع ان انت تفرديها عليها. هنجيب الفوط بقى بتاعتنا كده ونطبقها التطبيقة ديت كده، كأنك هتطبقيها ترصيها في الدولاب. لو هتجوزيها كده اتنين هتجوزيها. تطبيقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وتحطيها نفس ايه ما انا حطيتها كده. بوريكم اهوت ان انا حطيت اول واحدة كده ونزلت بالتانية. في اللقطة ديت بقى كنت انا بصور لوحدي، ما كنتش عارفة بصراحة اوريكم تطبيقة الفوط، بس جت عائشة بقى ايه صورت لي الباقي، فحبيت اوريكم بقى ان انا ايه ظبطت القماشة كده وظبطت الفطين دول كده وايه، وحطيتهم مقابلين بعض، واحدة كده والتانية فوق منها ومقابلين بعض. كل الطبقات التانية هتتعمل بنفس الحكاية. جبت كمان فوطة اهيت وحطيتها عليهم. تحطي واحدة كده واحدة كده واحدة كده واحدة كده، هتطلع معاكي جميلة كده هرم وحلوة وبتنظم الفوط. ويخلي الفوط الجديدة بتاعتك تحت، عشان طبعا لما تستعملوا اللي انتوا بتستعملوه المستعمل الاول، عشان الولاد ما يبوظلكش الفوط كلها. لان طبعا لو حطيت الجديد ده فوق هيسحبوا الجديد الاول وهيسيبولك الفوط المستعملة ايه تحت. لان طبعا كل اللي بيجي داخل الحمام يغسل وشه يقوم شادد فوطة وهو مش عارف هي جديدة ولا قديمة، فهيقوم مستعمل ايه الفوط الجديدة الاول. فانا حبيت اخلي الفوط الجديد ده تحت واخلي اللي احنا بنستخدمه ايه فوق. ما تعيبوش بقى على فوطي لان دي فوط الفرح. انا ما اشتريتش اللي هي علبة واحدة، اللي تحت دي منها اتنين تحت اهمت لسه جداد. بقالي بصراحة فترة كبيرة متجوزة وما اشتريتش فوط خالص، دي فوط فرحي بصراحة. ما تعيبوش عليها لان كان ايامها الفوط كلها بالطريقة دي، كانت قطن وقطيفة بالمنظر ده، ما كانش بقى ايه في مرسوم وفي علب وكده، كانت كلها حاجات فرد من الحاجات اللي ايه اللي كانت بتيجي الاول زمان دي. بس فوط جميلة والله وبتنشف وحلوة مش وحشة. فطبعا ايه قلت اما ارتبهم معاكم كده ونشوف الكركبه اللي في الدولاب. الجزء ده كله كان مكركب بصراحه، وكل ما افتح الدولاب متضايقه منه. طب انا من ساعه ما عملتهم بالطريقه ديت ما شاء الله عليه، الدولاب تحسي كده ان انت تفتحي كده تحسي بفرحه كده وان انت مرتاح. لان الحاجه ما بتبقى مكركبه بتبقى شكلها وحش وما بتبقاش حلو. كده بقى كنت خلصتهم اهوت، حطينا طبقه كده وطبقه كده فعملناهم هرم. هي حاجه بسيطه جدا ومش يعني مش هاي برضو، بس حلوه ان هي بتظبط لك فوتك وبتخليها شكلها حلو وما بتاخدش منك وقت كتير. انا عملتهم في 5 دقايق. دي مجموعة الفوط بتاعتي. يلا قومي انت راخرة تشجعي كده واعملي فوطك وظبطيها بالطريقة ديت. طريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت كتير. طبعا كنت عملت ملايتين كده عندي، طقمين سراير وحطيتهم اهمت، واحد ابيض وواحد لون البامبا ده اهوت، ده البامبا وده الابيض. فقلت ايه احطهم وراهم كده كمنظر برضو كأن هما ايه ما ياخدوش مكان، لان انا شلت طبعا لطق من السراير من جنب الفوط، وشفت لهم مكان تاني في الرف اللي تحتهم علشان اوسع المكان للفوط كده، وان هم يبقى شكلهم جميل كده وتحس ببهجة كده وانت بتفتحي الدولاب. يلا قومي تشجعي بقى كده واعملي ايه الرصة الجميلة ديت، وقولي لي ايه رأيك فيها، واكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم في الرص. بس الفوط انا عارفة ان هي مدتها قديمة ما تعيبوش عليها. يلا بقى نعمل اكلة كده ونعمل غدانا. يلا يا حبايبي. اول حاجه انا كنت تعبانه في اليوم ده جدا ومش قادره من البرد، كان جالي دور البرد ده صعب قوي. فقلت ايه هعمل ايه مش قادره ان انا اعمل حاجه.
جبت بيض كده وقلت ايه اعمل لهم اكله سريعه كده، بس انا طبعا ما اكلتش بيض لانه بيزود البرد. انا اكلت جبنه بقى وعيش وحاجات من الخفيفه ديت علشان البرد وكده. فكنت خرطت بصلايه حلوه كده ونزلت بمعلقه سمنه كبيره عليها. الطريقة ديت احنا بنحبها جدا، وبصراحة احنا متعودين عليها. في ناس بتعمل الشكشوكة دي بتفرفت البيض في قلب الصلصة، بس احنا مش بنحبها كده متفرفتة. احنا بنحبها البيضة سليمة في قلبها تخديعة كده، وتحط تفقش البيضة في قلبها. هوريكم الطريقة اهيت. لما باجي اعمل الشكشوكة بقى بعملها بالطريقة التانية، لها طريقة تانية هبقى اعملها معاكم مرة تانية، سهلة برضو بسيطة خالص، طماطم وبيض وبس. ما بحبهاش ببصل. كل واحد بقى حسب ما بيحب وحسب ما بياكل، وانا طبعا بوريك الفكرة وانت كلي زي ما انت عايزة، وحسب نفسك ما بتيجي وحسب اولادك ما هم عايزين. بس انا بوريكم الافكار اللي احنا بنعملها واكلنا ان احنا ايه متعودين عليه. كده بقى كنت صفرت البصلة كده ونزلت عليها بالطماطم، صفيتها وحطيت التوابل وهحط لها ملح واسيبها بقى تستوي على نار هادية كده، لان طبعا انتوا عارفين ان البيض بيستوي بسرعة. فطبعا لازم تسوي التخديعة كويس على نار هادية كده عشان تبقى البصلة مستوية، وما تبقاش بتاكل كده تلاقيها بتقرقش. كده بقى كانت الصلصة خلاص، هي التخديعة استوت وبقت حلوة. هنا هديت عليها النار. هجيب بقى البيض كده. كنت جايبة بيض بقى، انتوا عارفين ال4 ب10 دي كانت عندي بقى، كانت الفرخة بيضاها، فقلت ايه احطها معاهم ايه تكملة. اهو اتكسرت البيض بقى في الصلصة، وههد عليه النار وهسيبه وهغطيه على نار هادية بقى. إيه لما البخار بيطلع على البيضة بيخليها ما شاء الله تستوي. هوريها لكم دلوقتي. بيخليها تستوي وتبقى شكلها تحفة كده وجميلة اهي. ولا انت عليت عليها النار ولا حاجة، انت بتهدي النار وتغطي هتلاقيها طلعت بالمنظر ده. هجيب بقى ايه كوبايتين مية كده وهزودها. لازم طبعا تزوديها علشان برضو تطيب كده وتبقى حلوة. وبعدين عايزة تسبكيها سبكيها، عايزة تخليها فيها طبيخ كده تغمسي بيه لو تاكلها برز خليها زي ما انت ما بتحبي برضو. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. طريقة البيض سهلة جدا وبسيطة جدا وبتستوي بسرعة، لان انا كنت تعبانة في اليوم ده وما كنتش قادرة اعمل اكل، فعملت الاكلة دي بسريعة كده وهم بقى ايه قضوها كده بقى. ده بقى كان الطبق بتاعنا بتاع البيض اهو. البيضة طالعة قرصة اهيت وجميلة وسهلة جدا وبسيطة جدا. يلا قومي تشجعي بقى واعملي الفيديو بتاعي، واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. باي باي.